تأهل الزمالك لدور النهائي، يضرب موعد في النهائي مع بيراميدز بعد ما فاز على سيراميكا كليوباترا 2-1 بهدفين، واحد عبد الله السعيد والتاني لأحمد سيد زيزو. زيزو منقذ بأمانة. أنا لو معايا 70 مليون والله مش خسارة فيك، مش خسارة فيك والله، مش خسارة فيك 100 مليون. هتجيب لي جوان شبه دي مش خسارة فيك أي حاجة. وفوز بيراميدز على البنك الأهلي ب4 أهداف. يلا بص يا باشا، مبدئيا أنا ما أقدرش أستغنى عن لعيب شبه عبد الله السعيد ده. أنا كفارس والمصحف ما أقدر أستغنى عن لعيب شبه عبد الله السعيد ده. عبد الله السعيد ده قصة وحكاية ورواية وحدوتة. حدوتة كان في ماتش الزمالك، بسم الله ما شاء الله على أداء اللعيبة. أداء اللعيبة الله أكبر، وفي شكل لينا، شكل حلو في الملعب، وفي تنظيم كويس. صلاح مصدق، صلاح مصدق حكاية 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 بأمانة. لعيب حكاية من هنا لحد بكرة حكاية. طيب أسوأ حاجة بقى بالنسبة لنا في الماتش دوت، أسوأ حاجة بالنسبة لنا كمشجع زملكاوي وكبص، أنا مش عايز واحد شبه مصطفى شلبي ده في ماتش. والله لعيب محبط للعيبة، ولعيب محبط للجمهور، ولعيب محبط للماتش، ولعيب محبط لكل حاجة. أنا مش بنتقد وخلاص. أظن أنت شفت لعيب شبه ده، المفروض ابقى داخل هو بياكل في نفسه ان هو بيعمل كل حاجه. بس دي يا باشا دي قدراتك، واحنا متشكرين منك على قد كده والله. هي دي قدراتك انك انت بتلعب كده. هو ده مش مصطفى شلبي عامه اللي انا شفته في انبي، بس ماشي. بس انت دي قدرتك على ده. انا والله انا ما بحبش ان انا اكسر من مقاديف لعيب ولا اعمل اي حاجه. وصوتي مش اللي هو اللي هيوصل للعيب مثلا شبه ده يعمل له كده، يعني يهدمه يعني. بس ما علينا. مصطفى شلبي ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. مش اللعيب اللي هينجز معاك في حاجه يعني، بصراحه يعني في الكوره بتاعت بنتايج دي، بنتايج فاتح لك على الشمال، فاتح معاك على الشمال، اداها له. ايه لازمه الحنكشه اللي انت حنكشتها دي؟ دخلت وسط 4 لعيبه لفيت حوالين نفسك ليه؟ ملهاش لازمه. اخلص العب البسيط. بص ابسط حاجه